من الجناح التونسي أعطيت إشارة انطلاق المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمدينة ميلانو الإيطالية الذي تسجل دورته 27 مشاركة حوالي 2600 عارض من أكثر من 100 دولة من كافة أنحاء العالم، حيث يعد الحضور التونسي استثنائيا هذا العام بما أن تونس هي ضيف شرف هذه الدورة. تونس ضيف شرف نتاع المعرض هذا، أكبر معرض دولي اللي فيه قرابة 2600 عارض من قرابة 100 دولة، واليوم معناها مناسبة الافتتاح نتاع المعرض هذا وتدشين الجناح التونسي اللي هو أكبر جناح واللي هو يجي في قلب المعرض. تنجم تقولوا تونس في قلب الحدث. وحبيت بالمناسبة هذه نتوجه بالشكر لكل المساهمين معنا باش تونس تكون معنا ضيف شرف في الدورة هذه، حضور كثيف من وسائل الإعلام الإيطالية بحضور الرسميين الإيطاليين، فرصة لمزيد الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، خاصة عندنا خطة وطنية لدفع التصدير في الصناعة التقليدية. زوار أكثر من 3 مليون، مشاركات دولية تتجاوز 80 تقريبا. بالنسبة لتونس المشاركة متاعنا هي مشاركة كبيرة، مشاركة قيمة، مشاركة ثرية. الجناح التونسي من أجمل الأجنحة الموجودة في المعرض، يمتد على مساحة قدرها تقريبا 1000 متر، وهي أول مرة يكون عندنا المساحة هذه بالنسبة لتونس في الارتيجيانو. فما أكثر من 100 حرفي مشاركين من مختلف ولايات الجمهورية. هذا حضور مميز. اليوم مقتدى تمشي وتدور على الستاند تاعنا في تونس كأنك تقرأ في تاريخ تونس، تلقى منها ديزيستوار لكل الجهات التونسية. 100 حرفي تونسي يشاركون في الصالون الدولي أرتيجيانا عبر عرض منتوجاتهم المتنوعة التي لاقت إقبالا من زوار المعرض. احنا أول مرة نشاركوا في معرض أرتيجيانو إنفيرا 2023. بيان سور البرودوي نتاعنا سي فخار سجنين اللي هو كلاسي باتريموني ماتيريال من اليونسكو في 2018. الحقيقة أول نهار هذا اليوم انطباعات باهية برشا من الحرفاء. باش نعطيو قيمة للبرودوي نتاعنا، باش نوريو شنو نجمو احنا ننتجو بالمنتوج نتاعنا معناها، ونحطو اون فالور معناتها لي زارتيكل نتاعنا والمنتوج نتاعنا التونسي، وسورتو اللي هو صنع يدوي الكل معناها. أهم نتاع كل فوار في العالم هو هذا ميلانو، هو الوحيد اللي أي حرفي يجي للميلانو هو يربح. الإقبال طيب ككل عام. النهار الأول يبدأ 50% ومن بعد يبدأ طالب شوية حتى يولي 100% إن شاء الله. هو من 8 سنين وأنا في الصنعة دي، فهمت؟ الصنعة دي في الدم تاعي، الصنعة دي هزتني حتى درت بها العالم كله. وتتواصل فعاليات الدورة 27 من الصالون الدولي للصناعات التقليدية بميلانو حتى 10 من ديسمبر الجاري. مشاركة تونسية هامة في معرض أرتيجيانو، أكبر معارض الصناعات التقليدية في العالم، من أجل تثمين الموروث التونسي والترويج لتونس ومنتوجاتها في حدث يتوقع هذا العام أن يستقبل أكثر من 3 ملايين زائر. من مدينة ميلانو الإيطالية، فراس بن سعد للتلفزة الوطنية التونسية.